السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ محدش علق على شكلي، انا لسه حالق ودي كانت غلطه عمري، بس ما علينا. النهارده جايب لكم موبايل من الفئه المتوسطه، بس الموبايل ده من الفئه المتوسطه العليا اللي هي الهاي ميد رينج. والفئه دي من الموبايلات هي بتديك تجربه الموبايلات الفلاج شيب او الموبايلات الرائده، ولكن بسعر موبايل فئه متوسطه. وطبعا مش بيديك كل حاجه موجوده في الفلاج شيب، لا هو بيديك حاجات اساسيه بتبقى موجوده في الفلاج شيب، ولكن طبعا بيتنازل عن بعض الحاجات عشان يفرق الموبايل ده من الموبايلات الفئه العليا اللي هي الفلاج شيب. الموبايل ده هو الرينو 12. كنت عملت ريفيو عن الرينو 12 اف، وكان اول موبايل فئه متوسطه يجي بمميزات الاي اي او مميزات الذكاء الاصطناعي. واوبو بقى لها فتره دايما حرف الاف عندها، يعني رينو 12 اف، رينو 11 اف. الاف دي بتبقى عباره عن موبايل فئه متوسطه مش فئه متوسطه عليا. الرينو 12 هو فئه متوسطه عليا. وطبعا بعد الموبايل ده عندنا الرينو 12 برو اللي هو اعلى من الموبايل ده بحاجات بسيطه جدا، ولكن مش اعلى كتير قوي يعني. النهارده انا بتكلم عن الرينو 12. تصميم الرينو 12 مبدئيا تصميم جديد. عندنا هنا اللون السيلفر او الفضي، لون مميز جدا جدا، واوبو مركزه عليه جدا، مركزه على اللون السيلفر ده. ولما توجه الموبايل ده لاضاءه او نور هتلاقي ان الريفلكشنز او الانعكاسات بتاعت الاضاءه بتاعت الموبايل ده عامله زي الانبعاجات كده، او بتديك احساس 3 دي، احساس ثلاثي الابعاد. تحس ان الموبايل ده فيه عالي وواطي كده، ولكن لما تلمسه هو الموبايل عادي ما فيهوش حاجه. كمان اللون الفضي ده ما بيظهرش كتير قوي في الموبايلات دلوقتي، الموبايلات كلها بقت الوان كتير قوي. اللون السيلفر ده لون شيك ولون مميز. هنلاقي الفريم فلات من فوق وتحت، ولكن من الجناب هنا كيرفد، لان الموبايل ده جاي بشاشه كيرفد او منحنيه الاطراف. الشاشه هنا بحجم 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، شاشه من نوع اموليد، وشاشه هنا 1 بليون لون مع تردد 120 هرتز، وبيك برايتنس او اعلى سطوع للشاشه بيوصل لغايه 1200 نت. الشاشه هنا كمان محميه بطبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، ودي طبقه حمايه جديده من كورنينج جوريلا. فالحقيقه الشاشه دي حلوه جدا جدا. الحواف بتاعتها هنا رفيعه جدا وكلها متناسقه زي ما انتم شايفين. الكيرف ده مدي الموبايل احساس ان هو فلاج شيب، مع الشاشه الاموليد وال 120 هرتز انت بتحس ان انت اول ما تمسك الموبايل ده ان انت ماسك فلاج شيب. وهي دي الفئه المتوسطه العليا اللي انا كنت بتكلم عليها. الرينو 12 برضو ما وقفش لغايه هنا. الموبايل ده جايب معالج قوي جدا من ميديا تك اللي هو الدايمنستي 7300 انرجي. المعالج ده مبني على معماريه 4 نانومتر، معالج خرافي الصراحه. يعني انا بعتبره من اقوى المعالجات اللي في الفئه المتوسطه العليا، بل يكاد يكون ان هو ممكن يتقارن بمعالج فلاج شيب من السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها. وده باين جدا جدا في اداء الموبايل ده. اداء الموبايل ده هتحس ان هو موبايل فلاج شيب، مفيش اي ملحوظات على الاداء خالص. تدخل طبعا تطبيقات السوشيال ميديا بشكل سريع جدا. الانيميشن حتى بتاعت واجهه المستخدم بتاعت الموبايل ده انيميشن سلسه جدا وما فيهاش اي تقطيع، مش هتحس باي تقطيع تماما وانت بتستخدم الجهاز ده. وفي الالعاب برضو هيلعب هنا الالعاب على اعلى اعدادات للجرافيكس 60 فريم في الثانيه بدون مشاكل. يمكن لما كنت بحمل عليه او العب عليه العاب تقيله شويه كانت المنطقه اللي جنب الكاميرا دي بتدفى شويه، ولكن مش السخونيه اللي تضايقك او مش السخونيه اللي تاثر على جهاز الموبايل ده. والموبايل ده اداؤه كده برضو عشان هو جاي ب 12 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه. والذاكره الداخليه اللي هنا من نوع يو اف اس 3.1، وذاكره بنشوفها في فلاج شيب لغايه دلوقتي. كمان ال 12 جيجا رام ممكن تزود لهم 12 جيجا رام كمان من الذاكره الداخليه اللي هي اوريدي سريعه، عشان يبقى المجموع كله 24 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه. وفي نسخه من الجهاز ده 512 كمان ذاكره داخليه لو عايز ذاكره داخليه كبيره يعني. فمن الاخر اداء الجهاز ده اداء فلاج شيب عادي. يعني لو انت مسكت فلاج شيب من واحد صاحبك ومسكت الموبايل ده وجربت كده سبيد تيست، سرعه فتح التطبيقات، سرعه التنقل بين التطبيقات، سرعه الالعاب، الكلام ده كله هتلاقي نفس تقريبا الاداء. طبعا الاداء بيختلف في حتت معينه كده عشان ده معالج برضو فيها متوسطه عليا، ولكن في الاستخدام الطبيعي وفي الاستخدام التقيل حتى مش هتحس خالص ان انت ماسك موبايل فئه متوسطه تماما. الموبايل ده برضو مضاد للماء الغبار بشهاده IP65، واللي هو ممكن تنزل بيه الميه لو في البحر، لو انت مثلا في الرمل، لو انت جه عليه اي حاجه ان شاء الله مش هيحصل له حاجه. ومع كل الكلام ده اوبو طبعا ضافت للموبايل ده مميزات الذكاء الاصطناعي اللي شفناها في الرينو 12 اف. وهنا كمان اوبو ضافت مميزات اكتر من ال 12 اف، مميزات ذكاء اصطناعي اكتر من ال 12 اف في الموبايل ده. فمثلا من المميزات الجديده ميزه اسمها AI كلير فيس. فمثلا لو انت بتتصوروا مجموعه مع بعض، بتتصوروا سيلفي او حد بيصوركم مجموعه مع بعض، وانت اتهزيت مثلا في الصوره والصوره ما طلعتش احسن حاجه، ومن خلال الذكاء الاصطناعي الموبايل هيتعرف على وشك وبيظبط وشك المهزوز ده بيطلع سليم. طبعا انا مش عارف اجربها لكم لان الميزه دي لازم على الاقل 3 اشخاص يبقوا موجودين في الصوره، وانا ملياش صحاب
برضو في ميزه حلوه قوي اسمها AI Best Face، ودي برضو لو كنت بتتصور مع 3 اشخاص او مع صحابك اشخاص كتير، ومثلا اتصورت وانت مغمض عينك ولا حاجه، الموبايل برضو من خلال ال AI او الذكاء الاصطناعي بيفتح عينك وبيظبط وشك لو انت عامل كده. لو انت مثلا متصور مش جاهز او حاجه، الموبايل بيظبطك ما تقلقش حتى لو انت اتصورت صوره وحشه يعني. زائد طبعا مميزات اللي احنا قلناها في الرينو 12 اف اللي هي الاي اي اريزر، ان انت ممكن تشيل اي جزء من الصوره بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، ودي ميزه كويسه قوي قوي. عندك موضوع الاي اي ستوديو اللي احنا اتكلمنا عليه برده في الرينو 12 اف، واللي بيسمح لك من خلال البرنامج ده ان انت ممكن تحط صورتك عليه ويحول صورتك لجرافيكس، يحول صورتك لاكنها مرسومه، يحول صورتك لحاجه مثلا انت بتكتبها بالاي اي. دي ميزه حلوه قوي قوي الصراحه. زائد بقى ان احنا عندنا حاجه اسمها اي اي تول بوكس، واللي هي بتظهر في درج التطبيقات اللي على الجنب بتاع اوبو ده اللي هو السمارت تول بوكس. عندك حاجه اسمها اي اي رايتر، وده لو انت مثلا بتكتب كومنت على السوشيال ميديا او بتكتب بوست على السوشيال ميديا، الاي اي رايتر ده يروح متدخل وعامل لك ريكومنديشن او مظبط لك الكلام اللي انت بتقوله على حسب انت عايز تقول ايه. ودي حاجه كويسه قوي بيلت ان في الجهاز بدل ما تروح لاي برنامج خارجي وتعمل الموضوع ده. عندك حاجه اسمها اي اي سبيك اند سمري جوه برنامج الريكوردر او جوه برنامج مسجل الصوت اللي في الاوبو رينو 12. هتلاقي وانت بتتكلم ممكن يكتب الكلام اللي انت بتقوله وممكن يعمله سمرايز او يلخصه في مقال ملخص. فمثلا لو انت في ميتنج او لو انت في مؤتمر، لو انت صحفي او حاجه، بمجرد بس ما هتسجل الكلام اللي الراجل بيقوله على طول الموبايل هيتعرف على الكلام ده ويعمل له سمرايز او يعمل له ملخص تقدر ان انت تنشره مثلا لو في السوشيال ميديا، او تقدر ان انت تنشره لو انت صحفي. وبرده لو انت شغال في ميتنج ولا حاجه ممكن تعمل الموضوع ده. ميزه مهمه جدا جدا الصراحه، ولكن للاسف الميزه دي مش شغاله في العربي حاليا، شغاله في الانجليش والهندي والتشاينيز الصيني. اتمنى ان اوبو تعمل تحديث ان هو يقبل العربي او يدعم اللغه العربيه ان شاء الله قريب يعني. برضو لو دخلت على اي موقع انت عايزه وفتحت السمارت تول بوكس ده هتلاقي حاجه اسمها اي اي سامري. لو دوست عليها هيقرا كل محتوى الشاشه اللي قدامك ويعمله سامرايز او يلخصه في مقال صغير جدا. لو انت في مقال كبير قوي انت قدامك في الموقع ومش قادر تقراه، على طول الموبايل هيلخصه لك بسرعه جدا. كمان في ميزه حلوه قوي بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي في الموبايل ده اسمها بيكون لينك، ودي لو انت في مكان ما فيهوش شبكه، في مترو الانفاق مثلا ولا في جراج ما فيهوش شبكه، ممكن تكلم حد مكالمه بلوتوث من غير اي شبكه خالص لغايه مسافه 200 متر. يعني لو الشخص ده بعيد عنك 200 متر وانت في جراج او في مترو انفاق او حاجه، ممكن تكلمه والصوت يطلع واضح جدا. ودي ميزه حلوه قوي شغاله برده بالذكاء الاصطناعي. طبعا الشخص التاني ده لازم يكون معاه برده موبايل اوبو بيدعم الموضوع ده. فالحقيقه مميزات مهمه، واوبو ركزت على المميزات المهمه، ما جاتش راحت ماليه الموبايل ده مميزات اي اي وذكاء اصطناعي وبتاع ملهاش لازمه انت مش هتستخدمها. لا، هي حطت لك المميزات المهمه وضافت كمان مميزات حلوه قوي في الرينو 12 عن الرينو 12 اف. طيب بالنسبه لكاميرات الموبايل ده، الكاميرا الرئيسيه هنا 50 ميجا بكسل، فيها او اي اس او تثبيت صوره بصري، وعندنا ال 8 ميجا بكسل الترا وايد و2 ميجا بكسل للماكرو. الكاميرات الحقيقه كاميرات حلوه جدا جدا كعاده اوبو، دايناميك رينج وتوليد الالوان والتفاصيل اللي بتظهر في الصوره. كاميرات حلوه قوي قوي. ما اقدرش ان انا اقول ان هي افضل كاميرات في الفئه السعريه بتاعته، ولكن هو واحد من افضلهم. يعني هو يتحط جنب الموبايلات اللي في فئته السعريه، مش اقل منهم ولكن هو مش اعلى منهم في الكاميرا. طبعا الكلام ده ممكن يتفهم غلط، ولكن الكاميرا حلوه جدا جدا، بس انا مش هقدر ان اقول ان هي افضل من المنافسين. الكاميرا هنا بتصور فيديو لغايه دقه 4K 30 فريم في الثانيه، وعندنا او اي اس او تثبيت صوره بصري مهم جدا برده في الفيديو زي ما انتم شايفين. اما بقى الكاميرا الاماميه ال 32 ميجا بكسل، فبرده كاميرا حلوه جدا جدا، هتديك صور حلوه. الدايناميك رينج ولون البشره بيطلع حلو، التفاصيل اللي بتطلع في السيلفي حلو جدا، ولكن برضو ما اقدرش ان انا اقول ان هي افضل كاميرا في الفئه السعريه. هي واحده من افضل الكاميرات اللي في الفئه السعريه دي. برضو الكاميرا الاماميه بتصور فيديو بدقه 4K 30 فريم في الثانيه، فحاجه كويسه قوي. الموبايل برضو جاي بستيريو سبيكرز، عندنا سماعه فوق وسماعه تحت ليفت ورايت بيدونا صوت ستيريو وصوت حلو جدا جدا. كمان هنلاقي جنب السماعه اللي فوق اي ار بلاستر او السنسور اللي بيسمح لك ان انت تستخدم الموبايل ده كريموت كنترول للتكييف للتلفزيون لاي حاجه. انا بحب الميزه دي جدا، وموبايلات مش كتير خالص اللي فيها الميزه دي. عندنا طبعا البصمه اللي تحت الشاشه شغاله سريعه جدا، واوبو من افضل الشركات اللي بتعمل بصمات تحت الشاشه. بطاريه الموبايل ده 5000 ملي امبير، بتقعد معايا هنا تقريبا 8 ساعات ونص ل 9 ساعات وقت عمل الشاشه، رقم كويس قوي. ولكن الكويس قوي قوي بقى هو الشحن السريع 80 واط، والشاحن طبعا جاي معاه في العلبه. الشاحن ده بيشحن الموبايل من 0 ل 100 في 40 دقيقه تقريبا، والافضل ان هو بيشحن من 0 ل 50% في 18 دقيقه، رقم كويس جدا وشحن سريع جدا. اعتقد ان ده اسرع شحن في الفئه السعريه بتاعته،
مش عارف، مش فاكر قوي يعني، هل في 100 واط مش فاكر، بس ده 80 واط حلو قوي. طبعا الموبايل فيه NFC للدفع اللا تلامسي. ناس كتير جدا بتسالني في الكومنتات انت ما قلتش ان الموبايل فيه NFC. يا جماعه ماشي، الموبايل فيه NFC اهو، بقول اهو تمام. ده غير بقى المميزات الكتير جدا جدا اللي انا لو قعدت اذكرها من هنا لبكره مش هخلص. الفيديو ده هيوصل مثلا 40 دقيقه ولا حاجه، اللي موجوده في الكالر او اس او واجهه المستخدم بتاعت اوبو. قلنا الكلام ده في فيديوهات قبل كده، وبقول برضو ان الكالر او اس واجهه انا بحبها جدا جدا، مليانه فيتشرز وفي نفس الوقت خفيفه. الانيميشن بتاعها اتطور جدا، بقى فيها انيميشن زياده، والمعالج اللي في الموبايل ده مساعد الانيميشن ان هي تبقى سلسه جدا وهي بتتحرك. فالصراحه سوفت وير مليان فيتشرز، مليان موديفيكيشن او كاستمايزيشن، ان انت ممكن تعدل كل شيء في السوفت وير براحتك تماما. فسوفت وير انا بحبه جدا. بس كده دي كل حاجه في السريع عن الاوبو رينو 12 الحقيقه، ومش عشان اي حاجه، ومش عشان ده اوبو رينو 12 وبتاع مش عارف ايه وانا بعمل له فيديو الكلام ده. الحقيقه انا شايف ان الانسان الطبيعي مش هيحتاج موبايل اكتر من ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتروح تدفع مثلا 50 او 60 او 70 الف جنيه في فلاج شيب، ومش هتاخد تجربه اكتر بكتير قوي من الموبايل ده. انا مش بقول لك طبعا ان ده افضل من الفلاج شيب ولا الكلام ده، الفلاج شيب اوريدي افضل وفي فيتشرز اكتر او في مميزات اكتر، ولكن المميزات الاكتر في الفلاج شيب بالنسبه لفرق السعر ما بين ده وما بين الفلاج شيب انا مش شايف لها لازمه الصراحه. يعني الموبايل ده اداك شاشه خرافيه، التصميم بتاعه حلو جدا، البروسيسور اللي فيه او المعالج او الاداء بشكل عام بتاع الموبايل ده حلو جدا، الكاميرات حلوه قوي، بتصور فيديو بدقه 4K ورا وقدام، الخلفيه والاماميه، البطاريه حلوه، شحن 80 واط مضاد للميه والغبار، بصمه تحت الشاشه، السماعات الاستيريو، الكلام ده كله انت مش محتاج اكتر من كده. فاهم الفكره؟ ولكن في الاول في الاخر ده رايي. قول لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه رايك في الموبايل ده؟ وطبعا وقت نزول الفيديو ده انت هتكون عرفت سعره، فقول لي ايه رايك في الموبايل ده بسعره، وهل في افضل منه بسعره ولا لا؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.